أنتقل إلى الدوحة هذه المرة. ينضم إلينا السيد بديع بن جمعة المحلل الرياضي من هناك. أهلا وسهلا بك أستاذ بديع، ولعلك تتابع السباق المحموم هذه المرة في المنطقة العربية والدول الخليجية نحو الاستثمار بشكل أكبر على المستوى الرياضي، على مستوى الأندية وعلى مستوى اللاعبين. كيف ترصدون ذلك؟ إلى أي مدى هذه المليارات التي تدفع مقدور على إرجاعها أرباحا واستثمار؟ بالفعل تحياتي بداية لكم ولضيوفك الكرام في هذا الموضوع الذي يبقى في الحديث عن الرياضة وكرة القدم تحديدا في السنوات الأخيرة، هو الاستثمار العربي في الأندية الرياضية وفي كل ما يهم عالم كرة القدم. ليس بوليد السنوات الأخيرة، هو كان متواجد منذ سنوات مع استثمارات مصرية على ابرزها محمد الفايد، كويتيه ايضا في عده انديه انجليزيه، لكن في العشر سنوات الاخيره مررنا الى السرعه القصوى من خلال صناديق سياديه لاكثر من دوله خليجيه اعتمدت على الرياضه بشكل اساسي حتى تكون يعني في صف الدول الكبرى التي اعتمدت على هذه القوى الناعمه للسيطره ربما اقتصاديا اجتماعيا وحتى سياسيا في بعض الوضعيات التي يعلمها الكل وخاصة عشاق الرياضة. نعلم جيدا أن كرة القدم أصبحت محور اهتمام الكل، ويمكن القول أن كرة القدم هي العنصر الجامع لأكثر من 8 مليار ساكن في هذه الكرة الأرضية. منذ لحظات تحدثتم عن الاستثمارات السعودية التي أصبحت تشكل محور الحديث الأكبر من خلال أعمدة الصحف، التلفزيونات، مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، مع الصفقات الكبرى التي عقدتها. رونالدو أكثر شخص على أرض الكوكب متابعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالتالي مهما كان المبلغ الذي سيتم استثماره في جلب لاعب مثل رونالدو فإنه المداخيل لا المالية فقط وإنما النفع المعنوي، الصورة التي تشتريها هنا يشتريها فريق مثل النصر السعودي لكن تشتريه السعوديه بشكل كامل، لانه استثمار في صوره لاعب مثل كريستيانو رونالدو ممكن ان تعود بايجابيات كبرى قد لا تقدمها مجالات اخرى كالثقافه او التكنولوجيا او غيرها، مع اهميه المجالات الاخرى، لكن سرعه ربما الرياضه في تقديم هذه الثمره التي يبحث عنها كل مستثمر وكل دوله يجعل الاستثمارات تتجه نحو الرياضه في السنوات الاخيره. جيد. ضيفي إذن في أبها الدكتور حزام الزهراني، سنعود إليك، ولكن اسمح لنا أن ننتقل إلى الدوحة. سيد بديع بن جمعة من جديد، يعني إلى أي مدى يتطلب هذا التحول الاستثماري الكبير أيضا تحول في الفكر الرياضي هنا في المنطقة، وبالتالي مواكبة هذه الأموال التي تدفع بهذا الشكل وإعادة صياغة الوضع الرياضي برمته تشريعا وكيفية وكل ذلك؟ بالفعل أعتقد أنه بدأنا ندخل في مرحلة جديدة على مستوى الاستثمار العربي الخليجي تحديدا في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم تحديدا. يمكن أن نتحدث عن مرحلة أولى كانت في ثمانينات القرن الماضي، في التسعينات كانت محاولات فرديه لرجال اعمال نافذين في بعض البلدان العربيه استثمروا في بعض الانديه الاوروبيه التي لا تملك تاريخا كبيرا انذاك. على ابرز مثال هو فريق فولهام الذي ذكرت مثلا ملكه السابق محمد الفايد، لكن بعد ذلك جاءت مرحله جديده انطلقت مع الشيخ منصور من خلال امتلاك نادي مانشستر سيتي، ثم كبر هذا الحلم هذا المشروع ليتحول الى مؤسسه كامله هي سيتي فوتبول كلوب التي نشاهد فيها اكثر من فريق في مختلف قارات العالم. هناك انديه في استراليا، في الولايات المتحده الامريكيه، في بلجيكا، في فرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه تحت مسمى هذا المجمع الرياضي الكبير. هناك الاستثمار القطري الذي حدث منذ 2011 في نادي كبير بحجم باريس سان جيرمان ورمزيه العاصمه الفرنسيه باريس. هنا نعلم جيدا أن الرمزية أيضا سياسية اجتماعية لهذا الاستثمار القطري آنذاك. الآن هناك الاستثمار السعودي الذي على ما يبدو لن يكون مقتصرا على استثمارات في بلدان توصف بقوى عظمى مثل بريطانيا وغيرها من البلدان الأوروبية التي تشهد دوريات أوروبية كبرى، إنما الاتجاه الآن إلى
استثمار رياضي محلي. نتحدث عن الدوري السعودي، دوري روشن السعودي الذي كما قال كريستيانو رونالدو، لابد ان لا نهمل تصريح كريستيانو رونالدو الذي قال انه بما تقوم به السعوديه الان يمكن ان يدخل نادي توب 5 افضل 5 دوريات في العالم، يمكن ان ينافس دوريات مثل ايطاليا مثل المانيا التي لا تملك الان نفس الضخ المادي الذي تشهده الانديه السعوديه الكبرى، ولكن ايضا حتى الصغرى. ودليل على ذلك مثلا التعاقد الاخير لنادي الاتفاق مع ستيفن جيرارد المدرب واللاعب السابق الشهير، اللاعب الرمز لنادي ليفربول. بالتالي الاستثمار السعودي ياخذ بعد اخر، لن يكون استثمار خارجي فقط، وانما البلد الدوري المحلي سيستفيد من هذه الاموال التي لن تكون مقتصره فقط على استثمارات خارجيه. انا اشكرك بديع بن جمعه المحلل الرياضي، كنت معنا من الدوحه، واشكر ضيفي ايضا هنا في الاستوديو السيد عمر ممتاز بعاج الكاتب والناقد الرياضي، والدكتور حزام الزهراني مستشار الاتحاد الدولي للاستثمار والتسويق الرياضي. نعتذر اننا لم نستطع التواصل معك لظروف تقنيه بشكل جيد، لكن يعني نتمنى ان نوفق في بقيه الحلقات في هذا الموضوع الحيوي والمهم. نحن نشكر وجودك ووجودكم ضيوفي الاكارم، شكرا جزيلا لكم. ولكم الشكر مشاهدينا الافاضل ايضا على طيب المتابعه تحت الضوء من CNBC عربيه.